كلنا بنشوف الفيديوهات دي عن الشغل أونلاين وكسب آلاف الدولارات. بس دايما في حاجة ناقصة. أغلب الكلام ده بيحسس الواحد إن الحلم ده بعيد قوي. لازم لابتوب بإمكانيات جبارة أو خبرة سنين أو يمكن فلوس عشان بس الواحد يعرف يبدأ. طيب النهاردة بقى إحنا هننسف كل الحجج ده تماما. في الكام دقيقة الجايين دول هنكتشف مع بعض إزاي الموبايل اللي في إيد كل واحد فينا هو اللي بنقضي عليه ساعات كل يوم، إزاي ممكن يكون هو نفسه الآلة اللي بتعمل دولارات حقيقية. أيوة بالظبط كده. اللي في إيدك ده كنز حرفياً. الجهاز الصغير ده تخيل إنه أقوى من الكمبيوترات اللي طلعت الإنسان على القمر. ده يعتبر مصنع كامل، استوديو إعلامي، شركة تسويق، كل ده في جيبك. طيب إيه الفرق بين شخص بيستخدمه عشان يضيع وقته وشخص تاني بيستخدمه عشان يبني مستقبله؟ الفرق مش في الجهاز، لا خالص. الفرق كله في إدراك قيمة الكنز ده واستغلاله صح. شوف المعادلة بسيطة وواضحة جدا. الساعات اللي بتضيع في سكرول ملوش آخر على السوشيال ميديا ممكن تكون هي بالظبط الساعات اللي بتبني مصدر دخل بالعملة الصعبة. وده مش مجرد كلام تنمية بشرية بنسمعه وخلاص، لأ، دي حقيقة واقعية آلاف الشباب عايشينها دلوقتي حالا. الموضوع كله بيبدأ بقرار واحد: نحول الموبايل من مجرد أداة استهلاك وترفيه لأداة إنتاج وصناعة قيمة حقيقية. طيب يلا بينا ندخل في الجد. في الجزء ده هنكسر أسطورة أنا لازم يكون عندي لابتوب. يا جماعة الموبايلات الحديثة دي بقت وحوش تكنولوجية بجد. البروسيسور اللي جواها قادر يشغل برامج تصميم ومونتاج احترافية، حاجات كان زمان محتاجة استوديوهات كاملة عشان تتعمل. كل الأدوات اللي ممكن تحتاج عشان تبدأ البيزنس الخاص بيك موجودة فعلا في جيبك، يعني مكتبك كله بقى متنقل معاك في أي حتة. وهنا بقى بتظهر أكبر كذبة، أكبر عذر بنقنع بيه نفسنا عشان نفضل في منطقة الراحة بتاعتنا. دايما في إحساس إن في حاجة ناقصة. كل ما تظهر فرصة بيطلع صوت كده من جوه يقول بس أنا ما عنديش لابتوب سريع. طيب ما أنا ما عنديش خبرة، لما أجمع مبلغ الأول هبدأ. والحقيقة اللي بتوجع شوية إن دي مجرد أعذار بنبني بيها سجن حوالين نفسنا عشان ما نتحركش. جملة لما جهز دي للأسف عمرها ما بتوصل لأي حتة. وهي دي الخلاصة كلها. أحمد شفيق منى حط إيده على أصل المشكلة بالظبط. المشكلة مش في قطعة الحديد اللي في إيدينا دي. المشكلة في السوفت وير، في نظام التشغيل اللي في دماغ كل واحد فينا. لو العقلية نفسها متبرمجة على أنا مقدرش أو إمكانياتي محدودة، يبقى حتى لو معانا أحدث جهاز في العالم مش هيتعمل بيه أي حاجة. التغيير الحقيقي لازم يبدأ من جوه، من العقلية نفسها. تمام. وبما إننا اتفقنا إن المشكلة في العقلية، يبقى الحل في تغيير طريقة اللعب نفسها، يعني في الاستراتيجية. في الجزء ده هنركز على فكرة مهمة جدا: إن وجود خطة واضحة أهم بمليون مرة من امتلاك أحدث لابتوب. الموضوع عامل بالظبط زي الشيف الشاطر، ممكن بسكينة بسيطة يطلع طبق عالمي، وشخص تاني هاوي ممكن بأغلى مطبخ في العالم يحرق الأكل. فالسر مش في الأدوات، السر في اللي بيعرف يستخدم الأدوات دي. والجملة دي بتاعت وائل السلوكي بتلخص الحكاية كلها. آلاف الناس بتسمع نفس الكلام ونفس النصائح، بس السؤال: كام واحد فعلا بيقوم ينفذ؟ كام واحد عنده استعداد يدوس على نفسه؟ يعني إيه يدوس على نفسه؟ يعني يبدأ وهو خايف، يكمل وهو حاسس إنه ممكن يغلط، ويتعلم من غلطاته ويكمل تاني. الشخص اللي بينجح يا جماعة مش هو اللي ما عندوش خوف أو كسل، لأ، هو اللي كل يوم بيقرر إنه أقوى من الخوف والكسل دول وبيتحرك. ودي بقى هي الخريطة اللي هنمشي عليها. والموضوع على فكرة أبسط مما نتخيل. 3 خطوات بس. أول حاجة، لازم الواحد يحدد هو شاطر في إيه، أو حتى إيه الحاجة اللي بيحبها أو مستعد يتعلمها. تاني حاجة، طيب المهارة دي هنحولها لإيه؟ هل هتبقى خدمة بتتقدم للناس ولا منتج رقمي بيتباع؟ تالت حاجة ودي الأهم والأصعب بصراحة، لازم الحركة. لازم الواحد يعرض شغله، لازم يروح ويبيع. من غير الخطوة التالتة دي، أول خطوتين هيفضلوا مجرد أحلام ملهاش أي قيمة على أرض الواقع. تمام قوي. كده احنا حطينا الأساس الفكري والاستراتيجي. جه بقى وقت الكلام العملي، الكلام اللي الكل مستنيه. في الجزء اللي جاي ده هنتكلم عن 3 شغلانات حقيقية مطلوبة جدا جدا في السوق دلوقتي، وأي حد يقدر يبدأ في أي واحدة فيهم حرفيا بعد ما الشرح ده يخلص. وبإيه؟ بالموبايل بس، ومن غير أي خبرة سابقة وأي رأس مال. الشغلانة دي تعتبر أسهل وأسرع بوابة للدخل أونلاين. تخيل معايا كده، انزل الشارع اللي فيه بيتك، بص حواليك، شوف كام محل، كام كافيه، كام عيادة أو جيم. أغلب الأماكن دي يا إما ما عندهاش صفحة أصلاً، أو عندها صفحة مهملة وآخر بوست عليها من شهور. طيب ليه؟ لأن أصحاب المشاريع دي مشغولين، ما عندهمش وقت أو خبرة. وهنا بقى بتيجي الفرصة الذهبية، إنك تقدم لهم خدمة هم محتاجينها وبشدة.
والمفاجأة بقى إن كل الأدوات اللي هتحتاجها مجانية وموجودة على الموبايل. يعني بتطبيق زي كانفا ممكن أي حد يعمل تصميمات احترافية في دقايق حتى لو عمره ما صمم حاجة قبل كده. بتطبيق شات جي بي تي ممكن تطلع أفكار محتوى وكتابة جذابة في ثواني. وبتطبيق ميتا بيزنس سويت تقدر تدير الصفحات وتجدول بوستات الأسبوع كله في ساعة واحدة بس. كل ده من على الموبايل. نيجي بقى للشغلانة التانية، مونتير فيديوهات قصير، يعني تعديل فيديوهات ترندي للتيك توك والإنستجرام ريلز واليوتيوب شورتس. الشغلانة دي يا جماعة مطلوبة بشكل مش طبيعي حالياً. كل صناع المحتوى والشركات والبراندات كلهم عرفوا إن المستقبل للفيديوهات القصيرة دي، ومحتاجين بشكل مستمر حد يعمل لهم مونتاج سريع واحترافي. الطلب عليها بيزيد كل يوم، والمنافسة لسه مش شرسة زي مجالات تانية، ودي فرصة عظيمة لأي حد عايز يدخل المجال ده دلوقتي. وهنا الأداة الأساسية هي تطبيق واحد، كاب كات، ده للمونتاج والترجمة والمؤثرات. سير الشغل بسيط جدا، العميل بيبعت الفيديو خام وانت بترجعه له جاهز للنشر. تطبيق كاب كات ده استوديو مونتاج كامل ومجاني في جيبك، تقدر تقص وتلزق، تحط ترجمة تظهر مع الكلام بشكل تلقائي، تضيف مزيكا ومؤثرات صوتية، كل ده من الموبايل. العميل يبعت فيديو طويل وممل، في خلال ساعة يرجع له فيديو قصير وممتع وجاهز للنشر. دي خدمة قيمتها عالية قوي. ثالث شغلانة، ودي بقى اللي ممكن تغير حياة أي شخص حرفياً، بيع تصميمات رقمية. يعني تصميم قوالب بسيطة وبيعها كدخل سلبي. الشغلانة دي بتنقل الواحد من فكرة إنه بيبيع وقت مقابل فلوس لفكرة بناء أصل، حاجة بتجيب فلوس حتى والشخص نايم. بتتعب مرة واحدة بس في تصميم المنتج، وبعدين المنتج ده ممكن يتباع مئات بل آلاف المرات من غير أي مجهود إضافي. هو ده معنى الدخل السلبي الحقيقي. طب زي إيه التصميمات دي؟ ممكن تكون قوالب سيرة ذاتية أو CVs، ممكن تكون كروت أفراح، منيوهات مطاعم، بوستات سوشيال ميديا جاهزة. والأدوات هي كانفا للتصميم ومنصات زي إتسي أو كرياتيف ماركت للبيع. يعني الواحد بيستخدم كانفا برضو عشان يعمل التصميمات البسيطة والمطلوبة دي. طالب الجامعة محتاج قالب CV احترافي، العروسة محتاجة تصميم كارت فرح شيك، صاحب المطعم محتاج منيو شكله حلو. بعد التصميم الشغل بيترفع على المواقع دي والعالم كله بيشوفه ممكن يشتريه، ومع كل عملية بيع في فلوس بتدخل الحساب. وهنا في نصيحة ذهبية، مفتاح النجاح في الشغلانة دي: اوعى تعمل تصميمات عشوائية. لازم تبحث عن البست سيلرز، الحاجات اللي هي أصلاً بتبيع كويس، وتعمل حاجة شبهها، بس طبعاً بأسلوبك الخاص ولمستك المميزة. دي أهم نقطة، وهي السر اللي بيفرق بين اللي بينجح واللي لأ. الغلطة القاتلة إن الواحد يعمل تصميمات على مزاجه وخلاص. الصح هو إنه يدخل على المنصات دي ويشوف إيه اللي عليه طلب، إيه اللي الناس بتشتريه، وبعدين يعمل حاجة شبهه في الفكرة، لكن بتنفيذه وأسلوبه ولمسته الإبداعية. كده بتضمن إنك بتبني منتج في ناس مستنية تشتريه فعلاً. خلاص كده عرفنا إن الموبايل ده أداة جبارة، وعرفنا الخطة، وشفنا شغلانات حقيقية بأدواتها. ما بقاش فاضل غير أهم جزء في المعادلة كلها، الجزء اللي بيحول كل الكلام اللي قلناه ده من مجرد معلومات لطيفة لحقيقة واقعية، وهو التنفيذ. كل اللي فات ده قيمته الصفر لو ما ترجمش الخطوة عملية. دلوقتي بيقولوا إن رحلة ال1000 ميل بتبدأ بخطوة، والحلم الكبير بيبدأ بقرار صغير. كل المشاريع الضخمة اللي بنشوفها حوالينا دي بدأت بفكرة بسيطة وخطوة أولى، خطوة صغيرة ومترددة. العقل بيحب يكبر الأمور ويخوفنا ويحسسنا إن الطريق مستحيل، لكن الحقيقة إن أصعب خطوة هي دايماً الخطوة الأولى، وبمجرد ما الواحد ياخدها صدقني كل حاجة بعدها بتبقى أسهل. هو ده كل الموضوع بجد، مفيش أي أسرار ولا خلطات سحرية. القصة كلها إن في ناس قررت تبدأ، تجرب، تغلط، تتعلم وتكمل، وناس تانية فضلت مكانها بتتفرج وتفكر وتحلل وتستنى الظروف المثالية، الظروف اللي على فكرة عمرها ما هتيجي. القرار هو اللي بيعمل كل الفرق، مجرد قرار بسيط بالبدء. وفي النهاية الاختيار في إيد كل شخص بيشوف الكلام ده دلوقتي. هل المعلومات دي هتكون هي شرارة البداية لقصة نجاح جديدة؟ وهيقوم دلوقتي ينزل أول تطبيق ويبدأ؟ ولا هيكون مجرد محتوى تاني بيتقفل ويتحول لذكرى عابرة؟ الرحلة بتبدأ بخطوة واحدة، والوقت المثالي للخطوة دي هو دلوقتي.